اهلا بكم بحلقه جديده من برنامج مقص. طبعا هذا مو عيد ميلاد، لا كهرباء ماكو، واللي يقول منور يدري شو يسوي. اليوم راح نعرض فيديوهات الحلقه بالموبايل، فانتم شويه تدنوا حتى تشوفون بوضوح. قطوعات الكهرباء اليوم تجاوزت اكثر من 18 ساعه. ادري كهرباء ماكو، مي ماكو، ابو المولد مطفي يقول تحمل مولده، هل انقطع الوار يا ولد ابو الشباب تعال تعال الله يساعدك. تفضل حبيبي، اهلا وسهلا بك. حياك الله. مقطوع عندكم كهرباء؟ يا كهرباء الكهرباء من شو وقت مقطوع عندكم؟ كهرباء؟ إيه؟ كهرباء. يا كهرباء. تعرف شو كهرباء؟ لا شنو استعجل. منورين. طبعا احنا مبعثرين بكل شيء الا بساعات القطع. كل واحد فينا حافظ ساعات قطع منطقته اكثر من تاريخ ميلاده. في قطع لك 4 ساعات، 4 ساعات تجيك نص ساعة، ساعة واحدة تجي لنا و4 ساعات تنقطع. باليوم ساعتين 3 5 ساعات 4 ساعات تجي ساعتين. 4 ساعات بساعة. كل 6 ساعات ساعة، تجي باليوم ساعة، ساعتين باليوم. ما شاء الله مواقيت صلاة مو ساعات قطع، كلها حافظتها. وزارة الكهرباء وين؟ ليش هذا التقصير؟ عندما تحدث أزمة بالطاقة الكهربائية تتهم وزارة الكهرباء بالتقصير، عندما تحدث أزمة أمنية تتهم وزارة الداخلية بالتقصير، عندما تحدث إشكالات في الصحة تتهم وزارة الصحة بالتقصير. هذا الأمر غير صحيح. شنو هاي؟ شافوا غير تخصص. يعني إذا صار حريق لا سامح الله نخابر وزارة الزراعة يجون يطفون بالكراب. انقطعت الكهرباء قبل شوية، المفروض تنقطع بال10 بس ما ادري ليش انقطعوها ب8. حتى ما لحقت اشحن موبايلي. ما كويت هدومك. قاعدة من الصبح على مود اغسلهم واكويهم، وقبل ما اكويهم بشوية انقطعت الكهرباء. كنت اريد البس الهدوم اللي تحبها، التنور السماقي والقبوط الاخضر. زين انا بس اريد اعرف وين لازم تشنج اوفر مع القطع. لا يا هذا يصدر الكهرباء ما يقطع. لا هذا يمهد لقطع الكهرباء. ها يا ابي هذا هم تنقطع عليه الكهرباء مثلنا يعني. بالتحالف الوطني وجبهة التوافق، هذا كله يمكن أن يكون أساس في تشكيل. نقطع ما عندنا مولد الكهرباء الوطنية، والله عمنا ننام عندها أحيانا بالليل لا بنكة ولا مورده لأنه مقطوع الكهرباء والمولدة عاطلة. مشمول بالقطع وينام عند اهله من كان اهم رجل بالدولة. هسه يمكن شالوا محولة منطقتهم ورجع على المهفة والشربة والصريفة. ايه هذا اللي لازم تشنج اوفر. ليش الكهرباء مش زين بروح ابوك؟ هذه السنة هي من أسوأ الموازنات على مر تاريخ وزارة الكهرباء، 800 مليون. طبعا يقصد 800 مليون دولار. ما يخالف اجي وياك انه ميزانيتك هالسنة قليلة، ميزانياتك اللي انصرفت خلال السنوات السابقة ايش قد؟ انه 40 مليار دولار تقريبا، هي اقل من ذلك. يعني وين ال 800 مليون دولار اللي استلمتها هاي السنه؟ صارن 40 مليار دولار، مو لو نسيتهن. المهم ما له علاقه. ايش قد يكلفنا الميجا واط الواحد؟ الميجا واط الواحد يكلف $1,000,000، وهذا الرقم ايضا قريب للصحه. حلو، يعني المفروض عندنا هسه 40,000 ميجا واط. زين ايش كم ميجا واط نحتاج لتجهيز كهرباء 24 ساعة؟ حمل ازداد وعبر هسه 22,000 ميجا واط اصلي، يعني راح يزود عندنا 18,000 ميجا واط. يعني راح نعوف الطرق البدائية. فأي شيء زائد بالنتيجة لازم نصدره. لك هالصدق طلع راح نصدر كهرباء. لا 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 انا اعتذر معك، والمفروض كل شيء تقول نصدق بيه.
يشغلون تبريد بالحديقة، ينقلون جبل جليدي من القطب الجنوبي للعشارة بالبصرة، وزارة الزراعة تشتغل بمكان المطافي. طبعا هاي الحسبة خطأ. ليش مو صحيح؟ كل ميجا واط واحد تدفع عليه $1,000,000 تبنيه، تصرف عليه سنويا بحدود $1,000,000. خوش ما يخالف، على حكيك المفروض عندنا 20,000 ميجا واط، وال2000 ميجا واط نقسمها على بقية المحافظات على 5 دقائق 5 دقائق هم نحسبيها. احنا بدينا كانت في عام 2003 انتاج المنظومه 3400 ميجا واط، وكان الحمل او حجم الطلب 6000، وصلنا الى 6000 بالانتاج، الحمل وصل الى 10000، وصلنا الى 10000 الحمل وصل الى 15000، وصلنا الى 15000 الحمل ازداد وعبر هسه 22,000 ميجا واط. ال5 ميجا واط وين؟ وراحت انبلعت، وين اختفت؟ الحل شنو؟ واحنا امام مشكله بصراحه، لان اولا ما ممكن ان تجهز كهرباء 24 ساعه بدعم دوله بالكامل، كما ذكرت هسه ما نقدر. يكون نجيب اموال، منين نجيب الاموال؟ فاذا عمليا لابد من جبايه. امرك اللي بتجيب لنا اللحمه البتيل وامرك. هذه الاموال اللي كنتوا تعطوها لوزاره الكهرباء وين راحت؟ راحت الى جيوب الفاسدين اكثرها. يا سلام فرحان قوي. ولا وين وفقت؟ وين الكهرباء المواطنين؟ هذا شو يسألني؟ شو تسألني؟ أنا أقول لك وين راحت؟ راحت إلى الدكتورة حسنة ملص. بس أنا ما أعرف غير سعدون جابر. يا شمسنا الدايرة طولها لي، سلمي لي وغني بحكاياتنا، سلمي لي ومر بولاياتنا. يابا طلعت وروح أبوك طلعت وسلقت أهلنا. أنت تدري محلات الكنتاكي بالعراق عزلت؟ لأن بعد ماكو عصافير تطير بالهواء، كله ينشوي وينزل كنتاكي جاهز من ورا الحال. ولو هسه احنا ما نريد نضيع فرحتنا بانتصارنا على داعش، واللي ما تحقق لولا القوات التحالف الأمريكية لا يمكن تحرير ليس الموصل فقط، وإنما كان لا يمكن تحرير الفلوجة والرمادي وصلاح الدين وديالى. صدق باكر ورانا حساب. لو ما اوباما بال 2014 خطيه عمت عينه عليه، طلع من البيت اللي فيه تك كثر ما مستعجل على مودنا وسوى مؤتمر صحفي قال بي. أود أن يفهم الجميع هذه الرسالة. الولايات المتحدة الأمريكية لن تقوم بالتدخل بعمل عسكري في غياب الخطة السياسية التي يقوم بوضعها العراقيين. هنا ما راد يدعمنا بريا، لا، لكن دعمنا جويا، مو لأنه داعش جماعتهم مثل ما قال ترامب. ISIS is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS. Okay? لا بس حتى يبينون للعالم أن العراق يمتلك جيش قوي ذو بس ما يمتلك سلاح، ومن الضروري تجهيزه، وبصراحة كان اكو خزين أسلحة أمريكي لازم ينصرفون. يعني نريد نتحدث بصراحة، من يمسك العراق حقيقة هو التحالف الدولي. اليوم إذا رفع التحالف الدولي غطاءه الجوي عن العراق يسقط العراق كله. أنت شو مدريك؟ أنت مو كنت بالصين؟ لو من بعد تحرير الموصل راح يحرر سور الصين العظيم. لا هاي قاعدة أخوية هيك تخذوا بها قرار تشكيل حشد نينوى والوطن. موجودين في قواعد عراقية، ما عندهم قواعد أمريكية. ساهموا بالنصر؟ ساهموا بلا شك. ضرب وقصف ساهم إلى حد كبير في إضعاف داعش. فعلا كلامه صحيح، لأنه هو كان متابع المعركة أول بأول من لابتوبه وهو طاير للسوق. لا عاد ليش حيدر العبادي يحكي على طيران التحالف الدولي؟ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تحدث عن نقص الدعم الذي يقدمه التحالف الدولي لقتال تنظيم الدولة، قائلا إن شركاء التحالف لا يزودون القوات العراقية بمعلومات جوية كافية. من مصر انتقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بطء التحالف الدولي في دعم الجيش العراقي في حربه على تنظيم الدولة الإسلامية. لا 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 لا, لا. هذا كلام غير مقبول منك يا أخي. ليش تكسر بكلام زيباري
واللي يقول بتغريدته على تويتر ايه صحيح لولا طيران التحالف الدولي لسقطت بغداد، لان القوات الامنيه والحشد والعشائر كانوا لابسين قرقوزات ويرقصون امام الدواعش. على مود يجي طيران التحالف الدولي يلقيهم ملتهين يضربهم. واللي ما تعرفون ان طيران التحالف الدولي دقيق جدا باصابته لاهدافه، وابد ما قصف القوات الامنيه بالغلط. كادوا انتشال نحو 200 جثه من تحت انقاض مبنى قصفه طيران التحالف. 63 دوله داخله بالعراق وتشارك في العمليات. في بداية ظهور داعش ما كانت ولا دولة واحدة موجودة ولا تقبل تعطينا حتى صورة من الأقمار الصناعية عن الواقع الموجود على الأرض. عدا الجانب الإيراني يتعاون ويانا. كانوا أحياء مدينة الموصل الشرقية وجدوا أنفسهم تحت قصف عنيف. وقرر التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بمسؤوليته عن مقتل العشرات من المدنيين إثر ضربة جوية في غرب الموصل. عن بقاء أكثر من 2000 جثة تحت الأنقاض جراء قصف التحالف الدولي. منطق التحالف الدولي يقول لك داعش كمرض الغرغرينة، إذا أصاب منطقة في الجسم يجب استئصاله. طبعا هذا الشخص كان أصبح الصغير بمرض الغرغرينة، وإجا التحالف الدولي الحمد لله استأصله وصار فيه مثل ما تقول. السلام عليكم. وعليكم السلام. هاري ولا حجزين من الدكتور؟ ايه عادي. شوي رجلي تنمل. ها مسوي تحاليل فحوصاتك كامله؟ اي كامله. ثانية والله شوف. ايه حلو كلش حلو. احجز لك هسه يعني؟ تقدر تضربوني شوي من وقت؟ تدلل بعيوني. بس من الطبيب؟ طبيب؟ التحالف الدولي. منو؟ التحالف الدولي. أنا الواقف جبت في الشدة مامي الدولة ويا من انتقم. وقبل ما نختم لازم ما ننسى التغريدات السعودية على تويتر، واللي تقول لولا مقاطعة قطر ومحاصرتها من قبل السعودية لما انتصر العراق على داعش. وحول هذا الموضوع ينضم معي المحلل السياسي خشي. بروح ابوك بلا تبغج لان نريد نختم الحلقة. تفضل. نعل على والديكم استلقنا بالحق. باب المعادلة بسيطة وكالتالي: احنا قطر واحنا العراق. بالنص شكو السعودية أكيد. فصحيح كانت قطر تمول داعش بالعراق، ولكن عن طريق الأراضي السعودية. اجت السعودية قطعت علاقاتها مع قطر وسدت الحدود عليها، توقفوا الدعم لداعش وانتصر العراق على داعش. شكرا للسعودية. هو هذا من جهة المحلل من سوق الغزير. صدق كذي، لو هو هذا الانطلاق السياسي الجديد يعني، بس هو عجبني تحليله.